هنعمل النهاردة أحلى طاجن لحمة بالبصل المكرمل، أحلى من أي مطعم كلتيه منه من بره. اللحمة دايبة زبدة وطعم البصل خطير حقيقي، طاجن من الآخر. هقولك السر والخلاصة. أحب أقولك هو مبيتعملش في الطاجن من البداية. أول حاجة هنجيب معلقة زبدة حلوة ومعلقتين زيت، وهنحطهم في طاسة سخنة، وهننزل عليهم باللحمة بتاعتنا. أهم حاجة اللحمة تكون طرية. أنا حاطة هنا شرايح من لحمة اسمها كولاطة، قطعية اسمها كولاطة، أو ممكن تحطي انتركوت، أو ممكن لحمة سن، أو من الكتف. عندك اختيارات كتير. هفضل بقى أشوح في اللحمة دي وأنزلها كنت في الزيت السخن عشان تاخد صدمة، عشان أنا مش عايزاها تنزل السوائل اللي جواها، أنا مش عايزاها تنشف. معايا معلقة صغيرة من الكباب الصيني والفلفل الأسود، هضربهم على بعض وهبتدي ارش على اللحم من فوق، وهبتدي اشوح برضو في اللحمه، ومعايا بقيه التوابل. لما اقلبها على الوش التاني هديها رشه كمان. انا عايزه ادي اللحمه لون وتحميره حلوه، انا مش هسويها، هفضل وراها كده لحد ما تدي لون حلو. انا لسه معايا بقيه البهارات، هي كانت معلقه صغيره بس كويسه مليانه كويس من الفلفل الاسود والكباب الصيني اللي هي البهار الحلو، وهفضل اقلب فيها كده لحد ما تاخد لون حلو. وبعد كده هطلعها احطها في طبق عندي على جنب، وبقيه الزبده والزيت. ويا سلام بقى لو معلقه زبده بلدي كده حلوه من بتاعتنا بتدي طعم تاني. هنزل بقى عليهم ببصل، حوالي 4-5 بصلات كده متقطعين شرايح، وهدي تشويحه للبصل ده لحد ما يدبل. وهنزل عليه بعدين من الكرفس. بصي لو مش عندك مش ضروري، لكن لو متوفر حطيهم، بيدي طعم حلو قوي. هنزل بقى ببقيه البهارات اللي كانت عندي، الفلفل والبهار الحلو، وهدي تشويحه للكلام ده حلو قوي. انا عايزه البصل يتكرمل معايا ويبقى طعمه حلو مش محروق. هنزل عليهم بقى بمعلقه كبيره من الصويا صوص، هتدي لون حلو قوي للطاجن وطعم خرافي. والتركه الجايه بقى معلقه من دبس الرمان، بتدي تسكيره للبصل ومزازه حلوه. وهبتدي اقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وهرجع اللحمه تاني. الطبق هتلاقيه نزل فيه شويه صوص، ما ترميهوش، دول نزليهم، دول البهاريز هيدوا طعم حلو بجد. والله الطاجن ده حقيقي روعه، تقدري تعمليه في العزومات، تعمليه لولادك في البيت، بجد طعمه حلو بجد من الاخر، والله بدون مبالغه خطير. هنزل عليهم بقى كوبايه صغيره من الميه، وهسيبه ياخد غلوه، ميه عادي من الحنفيه. واول ما ياخد غلوه هغطيه واوطي عليه واسيبه يكمل سوا. استوى معايا اهو. هحط عليه شويه ملح بتاعي على حسب رغبتي بقى، ما تكتريش البهارات وتحطي اي حاجه من دماغك هتغيري من طعمه. هبتدي بقى احط الكلام الحلو ده كله في طاجن، اي طاجن بقى عندك، وبعد كده نغطيه بورقه فويل وندخله على فرن متسخن على اعلى درجه حراره لحد ما ياخد اللون الجميل ده. سيبك بقى من المنظر اللي مش عاطفي للطاجن، بس هو طعمه في حته تانية. والله بجد البصله دي خطيره خطيره خطيره، وبألف هنا.